السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. في حشرة لو صابت عندك شجرة التفاح لا يمكن التخلص منها ولا بأي شكل من الأشكال. هاي الحشرة تشبه حشرة المن، لكن الفرق بينها وبين حشرة المن مثل الرشح وكورونا. يعني هاي الحشرة خطيرة جدا، لا يمكن التخلص منها ولا بأي مبيد حشري مهما كانت فاعليته. في كثير من الناس إذا أصابت هاي الحشرة شجرة التفاح يفكرون هذا عفن في الجذور، وما يعرفون انه هاي حشرة اول اجدادنا ما كان في عندهم ديتول ولا كان في عندهم مدار ولا اي نوع من انواع المنظفات. كانوا يجلون صحون في التراب وكانوا يتيممون في التراب، لأنه التراب يجلي اللي ما ينجلى. لذلك احنا حتى نتخلص من هاي الحشرة احنا لازم نجيب تربة حمراء ونخلطها بشوية مي ونعجنها حتى تصير مثل الوحل، وندهن الشجرة ونترك الوحل على الشجرة لمدة 3 أيام. بعدين نغسل الشجرة، تطلع الشجرة عم تضوي ضوي. احنا ما بدنا نقلم الشجرة او نخلي الحشرة تتساقط او الاوراق تتساقط، بدنا نحاول ندهن الشجرة بشكل كامل. حتى الأوراق إذا بدنا نتخلص منها لازم ندهنها بالوحل بعدين نكبها حتى الحشرة ما تنتقل إلى شجرة أخرى. بهاي الطريقة أنت راح تتخلص من هاي الحشرة الخطيرة وبدون ما تدفع ولا قرش، وطريقة مجربة وناجحة 1,000,000%. تخيلوا هاي الحشرة تفرز مادة زيتية. هاي المادة انت لو بخيت عليها مبيد حشري، المبيد الحشري لا يمكن يلصق على هاي المادة، او حتى الوحل مثل ما لكم شايفين. كل ما نحط العود بالوحل ونرجع نهزه شوي يرجع يتساقط الوحل. يعني هاي الحشرة خطيرة جدا، لكن احنا من خلال هذا الوحل بدنا نخليه على الشجرة 3 أيام، بده هو يبلش يمتص الحشرة والمادة الزيتية التي تفرزها هذه الحشرة اللعينة. هاي أخطر أنواع الحشرات. إذا صابت عندك شجرة التفاح لا يمكن التخلص منها إلا تقلع الشجرة إذا ما عرفت علاجها المناسب. لذلك أنت خليك حذر وتفقد الأشجار حتى ما تستفحل هاي الحشرة. في حال شفت إصابات بغصن معين عليك تجيب شوية تربة حمراء وتخلطها بشوية مي وتدهن هذا الغصن وتترك الوحل عليه لمدة 3 أيام، بعدين تغسله. ولا يهمك تروح الأوراق ترجع تجدد بدالها، أحسن ما تخسر الشجرة بشكل كامل. قبل ما نختم الفيديو خلينا نذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.